واحد، العمر كده كده هيعدي، فخليه يعدي وانت عامل الصح بدل ما يعدي وانت واقف مكانك. بلاش تبقى رؤيتك قاصرة، خلي عندك نظرة للمستقبل. كل حاجة دلوقتي شكلها بعيدة قوي وعمرك ما هتوصل لها. كورس هياخد مني سنتين بذاكر له 10 ساعات في الاسبوع عشان اشتغل وظيفة. عايزني اروح الجيم سنة كاملة عشان جسمي يتحسن واشوف تغيير؟ لسه هبدأ بيزنس من الصفر ولا تشانل يوتيوب واقعد انزل كل اسبوع فيديو ولا فيديوهين سنتين 3 عشان القناة تكبر ويبقى عليها عدد كويس؟ كل حاجة دلوقتي بعيدة، بس بعد سنة من النهارده هتقول يا ريتني كنت رحت الجيم ساعتها، كان زماني بقيت فورمه دلوقتي. مش لو كنت بدات كورس الماشين ليرنينج كان زماني قربت اخلص دلوقتي وضمنت وظيفه كويسه. السنه كده كده عدت، ما اخترعتش فيها الذره ولا حاجه، لا ضيعت الوقت في حاجات مالهاش لازمه ما خدتش منها اي استفاده. وده اللي بيوديني لرقم 2، وهو انك ما تقولش ابدا فات الاوان. بجد اتس نيفر تو ليت. مش مصدقني؟ انزل اي مركز محو اميه هتلاقي رجاله عندهم 40 و50 و60 سنه بيتعلموا القرايه والكتابه. بعد كل السنين دي يا حاج جاي تتعلم دلوقتي؟ يا عم لو معاك آلة زمن ارجع بيها 30 سنه ورا واتعلم رجعني. مش معاك يبقى خلاص سيبني اعمل اللي كان المفروض اعمله من زمان. في كومنت بائس بشوفه على طول على فيديوهات الجيم والرياضه: انا عندي 25 سنه، يا خساره لو كنت بدات جيم من وانا عندي 18 سنه كان زماني دلوقتي في حته تانية. طب ما تبدا النهارده يا سيدي، ولما يبقى عندك 30 سنه هتبقى في نفس الحته التانية. محدش عارف الغيب طبعا، بس باكد لك ان لما يبقى عندك 30 سنه هتقول ياه لو كنت بدات جيم من وانا عندي 25 سنه كان زماني دلوقتي فورمه. يا عم ابدا النهارده والحق اللي فاتك، كفايه عليك ندم واحد، مش لازم تفضل طول عمرك ندمان. رقم 3، مفيش طريقة مختصر ومفيش معلومة واحدة هتغير حياتك، ولا أسلوب سري هيخليك مليونير، ولا طريقة في المذاكرة هتخليك تطلع الأول على الدفعة بدل ما أنت بتشيل مواد. في حاجات ممكن تساعدك، ممكن تديك زقة، لكن مفيش حاجة لوحدها هتشقلب حياتك. حتى الفيديو ده لو كتبت لي في الكومنتات الفيديو ده غير حياتي، أنا دخلت الفيديو إنسان وطلعت منه إنسان تاني خالص، أنا مش هفرح، أنا هزعل لأنك موهوم. ممكن كلمة أنا أو أي حد تاني يقولها تغير حياتك، ممكن، بس إمتى؟ لما تاخد النصيحة دي وتطبقها على أفعالك يوم ورا يوم ورا يوم، لما الكلمة او النصيحة دي تبقى جزء منك. فما تدورش على طريق سريع، لان مفيش، واي حد بيقول لك كده يا اما نصاب عايز يتمصلح عليك، يا اما كذاب عايز يحسسك انه جامد قوي ووصل من غير مجهود. لو في اي سحر في الموضوع فهيبقى انك صدقت حاجة زي كده. رقم 4، انك تبقى متوسط او افريج في حاجه مش تحت تحكمك، دي نعمه لازم تحمد ربنا عليها. اي حاجه مالكش تحكم فيها او ما اخترتهاش، زي عيلتك او شكلك او الحاله الماديه بتاعت بيتك او مستوى ذكائك او جيناتك العضليه او اي حاجه تانية مش تحت تحكمك، انك تبقى متوسط في الحاجه دي. ويعني ايه متوسط؟ يعني ما بين 40 ل 60% من الناس. ده نعمه ونعمه كبيره جدا. ما تبصش للناس اللي عندهم ميزات جينيه بحقد، زي صاحبك اللي بيقدر يجيب درجات عاليه جدا بمذاكره قليله، او قريبك او جارك اللي اتولد لها اهله كلهم اغنياء. انت مش محتاج غير انك تبقى متوسط في الحاجات اللي مش باختيارك، وتجتهد جدا جدا في الحاجات اللي تحت تحكمك. ويا ريت ما توهمش نفسك بانك تحت المتوسط او اقل من الناس. لو قدرت تزيد 6 او 8 كيلو عضل في اول سنه ليك في الجيم تبقى متوسط. لو عايش في بيت وبتاكل كل يوم ومعاك موبايل بتتفرج عليا منه دلوقتي تبقى متوسط. لو بتنجح كل سنه في المدرسه من غير ما تشيل نص المواد تبقى متوسط. وانت مش محتاج حاجه من الدنيا غير انك تبقى متوسط. متوسط في اللي اتولدت بيه، ومجتهد ومتفوق جدا في الحاجات اللي تقدر تغيرها. زميلك في الفصل الاي كيو بتاعه خارق، بيذاكر ساعتين بس في اليوم وبيجيب درجات عاليه، انت ذكائك متوسط او محدود، هتعمل ايه؟ هتذاكر 4 أو 5 ساعات وتعوض نقص قدراتك بانك تحط مجهود زياده. جيناتك في الجيم متوسطه، تعمل ايه؟ تندب حظك؟ لا، ده انت تلتزم بالاكل على الشعره وما تفوتش تمرينه، وتلتزم سنه ورا الثانيه، وهتعمل فورمه احسن من زميلك اللي جيناته حلوه بس ما حطش نفس المجهود. وهكذا في اي حاجه في الدنيا. اوعى تبص لاعلى 5% وتقول انا ليه مش زيهم. احمد ربنا على مكانك واللي معاك وابني من هنا. اعمل اللي في ايديك وحط مجهود اكتر من اللي اي حد هيحطه. هتخلي الناس تفتكر ان جيناتك رهيبه ويا بختك ما تعبتش ويا ريتنا زيك. مجربه وفعاله. 5، المذاكرة النظري ما بتجيبش درجات. هي بتجيب درجات طبعا في المدرسة أو في الجامعة، لكنها مش بتجيب درجات في الحياة. اقرأ 50 كتاب عن ازاي تبقى اجتماعي أو كاريزماتيك، اتفرج على 100 فيديو عن تكوين العلاقات الاجتماعية. لو ما نزلتش تطبق على أرض الواقع يبقى أنت ما عملتش أي حاجة. وعلى فكرة الشخص اللي ما قراش ولا سمع ولا ذاكر نظري بس نزل في الساحة، نزل في الشارع واتعلم وجرب وغلط كذا مرة، اتعلم أكتر منك بسنين ضوئية ومن غير ما يقرأ كلمة واحدة نظري. هي المذاكرة النظري وحشة؟ طبعا لا، المذاكرة
المذاكره هي اساس اي حاجه عايز تتعلمها. بس زي ما قلت لك قبل كده، مرجع التشريح ال 2000 صفحه اللي مفصل لك كل العظام والعضلات والشرايين والاورده والاعصاب، كل ده لو حفظته صم بس ما نزلتش اوضه العمليات يبقى ملوش لازمه. هتاخد بيه درجات في امتحان التشريح، بس بعد كده في الحياه ولا اي حاجه. ذاكر نظري واقرا كتب، او اقرا كتب عشان الناس بتزعل، اتفرج على فيديوهات، تابع محتوى انت شايفه مفيد. بس لو ما طلعتش من الكتاب او الفيديو بمعلومه واحده على الاقل تقدر تطبقها وتنفذها في حياتك، يبقى انت ما استفدتش اي حاجه. فرجتك على الفيديو ما هي الا مضيعه للوقت، او ممكن نقول كده تسليه، كانك اتفرجت على فيلم او حلقه من مسلسل، كانك لعبت ماتش بلاي ستيشن. وده اللي بيوديني لرقم 6، وهو ان التفاصيل مش مهمه، على الاقل في الاول. التفاصيل الدقيقه لعدد المجموعات وتريح كام ثانيه وتلعب كام زاويه للصدر وكام جرام بروتين وكام جرام كارب، كل الكلام ده ملوش اي لازمه لو انت اساسا ما بتروحش الجيم. ابدا بالاساسيات. هروح الجيم 3 مرات في الاسبوع وهحاول اكل اكتر من عادتي، وبعد ما تعدي المرحله دي وتبدا تكون عاده الالتزام بالجيم، ابقى شوف باقي التفاصيل. 5 تكنيكات هتزود انتاجيتك في المذاكره. طب عود نفسك تقعد على المكتب ساعه في اليوم الاول، بعد كده ابقى شوف الكلام ده. مش قاعد ترص لي تيبس اند تريكس عشان تبقى موس مذاكره وانت مش قادر تفتح الكتاب نص ساعه. كده كده 80% من الفايده في اي حاجه بتيجي من الاساسيات اللي انت مش مديها اهتمام، وساحل نفسك في فرعيات صغيره. مش عارف تعمل فورمه عشان معكش فلوس تجيب كرياتين، مش عشان بتنام 4 ساعات في اليوم وبتروح الجيم شهر او شهرين، لا انا مصدقك. 7. ما تعتمدش على حالتك النفسية في أي حاجة. أي حاجة عايز تعملها لازم تهيئ لها الظروف المناسبة اللي تخليها أمر واقع، الظروف اللي تخليك مجبر تعملها. يعني إيه الكلام ده؟ في قصة بحبها قوي قريتها في كتاب عادات ذرية أتوميك هابتس، وهي أسطورة يونانية عرفنا منها ميثاق أو عهد يوليسيس. كان يا مكان، كان في جزيرة في أحد المحيطات، كان فيها حورية بحر بتغني بصوت حلو جدا، كل الناس عايزة تسمعه، صوت جميل قوي محدش يقدر يقاومه. أي حد يسمع الصوت لازم ينط في البحر ويحاول يروح لها، يحاول يعوم في المحيط، وبالتالي بيغرق ويموت. كان في قبطان اسمه يوليسيس، كان نفسه يسمع صوت الحوريه وفي نفس الوقت مش عايز يموت، فعمل خطه ذكيه جدا. طلب من كل الطقم اللي معاه في السفينه يحطوا شمع في ودانهم عشان ما يسمعوش الصوت وما يتاثروش بالحوريه، وفي نفس الوقت يربطوه باحكام في السفينه قبل ما يتحركوا ناحيه الجزيره عشان ما يعرفش ينط في البحر. وبالفعل السفينه اتحركت وقربوا من الجزيره، وبمجرد ما يوليسيس سمع صوت الحوريه اتجنن، ما بقاش على بعضه، بقى عايز ينط، حاول يقطع الحبال، قعد يقول لهم فكوني، طلعوني، عايز انط باي شكل من الاشكال. قال لهم مش قادر، ساعدوني، هفصلكم كلكم، هموتكم لو محدش فكني. بس محدش فيهم ساعده، كلهم التزموا بالاتفاق ومحدش عبره، وكملوا كده لحد السفينه ما رجعت بسلام، وبقى الانسان الوحيد اللي قدر يسمع صوت الحوريه ولسه على قيد الحياه. طبعا دي اسطوره بس احنا بنتعلم منها. فكره عقد يوليسيس هي انك بتستغل الوقت اللي انت فيه عقلاني عشان تتحكم فيه في نفسك في الوقت اللي هتكون فيه عاطفي. يعني لو عارف انك بتحب الحلويات بس انت عايز تعمل دايت وتقلل اكلك شويه، ما تجيبش نص كيلو بسبوسه او علبه ايس كريم كبيره وتسيبها في الفريزر وتقول ليه انا سايبها عشان اليوم الفري. علبه الايس كريم مش هتبات، في لحظه ضعف ولا جوعت شويه هتلاقي نفسك بتتسحب ناحيه الفريزر، هوب فتحت جبت العلبه، تم اكل كل حاجه. ما تخليش قدامك فرصه اصلا انك تاكل حتى لو كنت عايز. لو امتحاناتك بعد اسبوعين وعايز تركز في المذاكره وتقلل استخدام الموبايل، بس انت عارف كويس انك لما تزهق من الكتاب وتتعب هتنسى كل حاجه وهتمسك الموبايل وتقعد ساعتين على فيسبوك ويوتيوب، يبقى تاخد من دلوقتي قرار واعي انك تدي الموبايل لاي حد عندك في البيت وتقول له ما يسيبلكش الموبايل حتى لو طلبت لحد ما تخلص امتحانات. وبكده انت بتاخد دلوقتي قرار عاقل تقدر تتحكم فيه في افعالك لما ما تبقاش عاقل. او طريقه تانية انك تحط على نفسك التزام في المستقبل، زي انك تدفع اشتراك 3 شهور في الجيم وبالتالي تضطر تروح عشان الفلوس ما تروحش عليك، او تشترك في كورس انجليش غالي فتضطر تحضر عشان فلوسك ما تضيعش. دي اسلم واحسن طريقه تقدر تجبر بيها نفسك انك تعمل اي حاجه، وما تقلقش على الصحه النفسيه. انا عمري ما ندمت بعد ما رحت الجيم او ذاكرت او اشتغلت على فيديو، عمري ما قلت يا ريتني ما كنت عملت كده. دايما الندم بيجي لما مش بعمل اللي المفروض يتعمل. عايز اعرف رايك في الكومنتات، متفق ولا مختلف معايا؟ خلينا نتناقش، وعايزك كمان تشوف الفيديو ده، اعتقد انه هيفيدك اكتر. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.